السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل لكم النهاردة محشي كرنب وبتنجان وفلفل وكوسة، وهنعمل حبة بتنجان مخلل. يا رب الوصفة تكون سهلة عليكم. هنجيب فلفل وسط وهنقطع راسه من فوق كده، هنحاول ان احنا نحاول ان احنا نسلكها من غير ما يتكسر، وهنشيل حتة البذر اللي من فوق دي عشان هنستخدم الجزء دوت غطا، يعني عشان خاطر ما يعجنش لما نيجي نشربه كده. وبعد كده هنجيب البتنجان ده اللي هو الابيض لو متوفر عندكم، او اللي هو النبيتي اللي هو الخد الجميل. برضك تنقوا الحاجة برضك تكون صغيرة كده، بتنجان كوسة فلفل اي حاجة. في ناس بتحب تحشي الطماطم البصل، على حسب ما انتوا حابين اعملوا يعني. هنقطع راس البتنجانة كده وهنقور. المهم ان احنا مش هندوس عليها قوي عشان ما تتكسرش مننا تتخرب، هنقور بالراحة يعني لحد ما خلاص البذر من جواها يخلص. وبعد كده خلاص هنجيب طبق فيه حبة خل وملح ومية، كل اللي انا هعمله ان انا هنقعهم فيه عشان ينضفوا. انا كده كده هاخده على الحوض وهغسله، بس انا بوريكم انا بعمل ايه. المهم هنضف كله كده. الكوسه نفس الكلام صغيره اهي، ده المقوار اللي عندي بتاع الكوسه. في منه احجام، يعني في ناس عندها منه احجام، بس انا مش عندي غير الحجم ده. المهم ان انا قورت كده، هي مرضتش تطلع، رحت حاطه المقوار اللي هو العادي اللي هو متعدد الاستخدامات اللي هو بتاع البتنجان والكوسه وكده، وحطيتها في النص ورحت مهزاها كده من جوه راحت طالعه. واللي ما عندوش يعمل بالمقوار العادي، كلنا عارفين ازاي نعرف نقور يعني. المهم ان انا غسلت خلاص وهقلبهم على وشهم كده عشان يتصفوا من المية خالص، وهركنهم على جنب. فاكرين بقى الكرنب اللي احنا خزناه في رمضان؟ هو ده. طلعت كيس كده وسبته يفك وهعمله. جبت ربع كوباية زيت، يعني فوق الربع بشوية، كوباية لربع زيت وربع كوباية سمنة. السمنة في المحشي تحفة. في ناس كتيرة ما بتحبش ان هي تحط سمنة، بس تجربوها على ضمانتي، تحفة جميلة يعني. المهم هنجيب بصلتين كبار هنفرمهم وهنقلبهم لحد ما البصلاية تبدأ ان هي تدوب معايا كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده هي دابت معايا. هنحط بقى معلقتين معجون طماطم اللي هو الصلصة، هنحط معلقتين كبار وهنشوحهم. وبعد كده هنحط معلقة بابريكا عشان تعزز اللون معانا، بابريكا مدخنة. وبعد كده هنجيب لتر طماطم شفشق قوطة. القوطة وانتوا بتختاروها لازم تكون حمرا. المهم هننزل معاها بورقة ماجي، وهننزل بحبة معلقة سكر ومعلقتين ملح، هنحطهم مع الصلصة بس مش هنحط حاجة تاني. وكان عندي حتة بنجر قطعتها وحطيتها برضك في الصلصة، بتعزز لون الطماطم وبتخليه لونها ممتاز. هنجيب بقى الخضار، شبت وبقدونس وكزبرة 3. اللي حابب يحط بقدونس براحته، انا بحب احطها، في ناس ما بتحبش تحطها، على حسب الاذواق بقى. بس هو عامة بيبقى طعم المحشي، جربوا بنفس الطريقة وانتوا هتدعولي. المهم هنشيل الجزء دوت، احنا مش هنرميه، هنحطه تحت البتنجان والكوسة. وهقطع بقى الخضرة كده قطع صغيرة كده. خلاص قطعتهم قطع صغيرة، وبعيد عليهم تاني برضك بالسكينة كده لحد ما اتأكد ان هما خلاص بقوا قطع صغيرة. هنبص بقى على الصلصة، شوفها خلصت ولا لأ. كده تمام، الصلصة اتسبكت اهي. هنطلع منها هما قطعة البنجر دول، مش هنرميهم برضك، هحطهم مع الخضار وهو بيستوي. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا.
فلفل وملح وبابريكا وكمون وتوم باودر، بصل باودر، خلطة المحشي لو عندي، كل ده منهم معلقة صغيرة، واحطها عليها وانزل بكيلو رز مغسول ومتصفي كويس جدا، واقلب فيه كده، وهنزل طماطمايه مبشورة، بصلاية مبشورة برضك، دول لما تحطوهم هيحول التست بتاع خلطة المحشي لحاجة تانية خالص. جربوها ومش هتندموا. انا خلصت كده قلبت، احط بقى عليهم الخضرة. انا حسيت ان هي ايه يعني، لا لسه عايزة معلقتين صلصة كمان، فرحت حاطة معلقتين صلصة. انا كده كده عاملة كمية كبيرة، انتوا مش هتحطوا الصلصة كلها لما تتأكدوا ان خلاص تمام الصلصة مناسبة على على الكيلو رز. وحطيت الخضرة اهي، وهحط بقى معلقتين زيت عشان تخلي الرزاية مفلفلة، متبقاش معجنة. بصوا الخلطة ما فيهاش سوائل خالص، ومظبوطة جدا. الكوسة بقى، قلب الكوسة حطيته، وحبة العروق بتوع الخضرة حطيتهم، والبنجر حطيته. ده هيبقى ايه، في قعر الحلة من تحت كده. وهنبدأ بقى ان احنا هنحشي البتنجان، مش هنحشيه كله، يعني هنحشي لحد ايه، آه التلتين بتاعه، يعني هنسيب ربع منه فاضي عشان لما يجي يستوي يعني هيتضاعف حجمه. نفس الكلام في الكوسة، ونفس الكلام في الفلفل. بصوا كده تمام. انا عملت بقى هعمل انا اكمله انا. المهم جبت بصلاية وطماطماية عليهم ملح وفلفل، وحطيتهم في قعر الحلة كده عشان نعمل الكرنب. وهنجيب ورقة الكرنب، هنحط فيها حبة رز كده ونبرمها. حبة الرز بيبقوا قليلين، ما بيبقوش كتار. ما تزودوش في الرز وانتوا بتلفوا الكرنب، علشان هو هينفش، لما يستوي هيتضاعف حجمه، فاهمني؟ فانتوا خلوا الرز على قد الورقة قليل يعني، ما يبقاش كتير كده. انا حسيت ان الحلة صغيرة، ولما يستوي مش هياخد راحته في السوا، فانا قلبته في بولة، وبعد كده رديت البولة دي في حلة اهي، عشان خاطر يبقى فيه ايه، وسع ان انا اعرف اسوي، ويعرف ياخد راحته في التسوية. هنجيب بقى يعني ربع لتر كده من المية، وهنحط معلقتين من الصلصة، وهنحط ورقتين من الماجي. اللي عنده شوربة فراخ، اللي عنده شوربة لحمة، يقدر يبدلها بالمية اللي انا حطيتها. انا عشان خاطر ما كانش عندي، فانا عملت بالشوربة الماجي. وحطيت اتنين اهو، ومعلقة ملح صغيرة، وقلبت كده بس. مش هحط تاني. دي معلقة صلصة من اللي هو بتاعة المحشي، اختياري. هنقفل بس الأول كده وش الفلفل عشان ما يدخلش جواه مية، وبعد كده هسقي نص الحلة، يعني نص الخضار يكون باين. بصوا المية باينة ازاي، يعني مش هنملاه كله، نصها بس كده. والكرنب هاجي اسويه بردك، مش المية مش هتكون مغطية خالص، يعني اول سطرين من الكرنب كده هيكونوا المية لسه ما وصلت لهمش. تمام. هنحط بقى طبق بالشقلوب كده عشان خاطر لما يجي يغلي الورق ما يفكش، وهنقعد هنسيبه على نار عالية لحد ما يغلي خالص، ويبدأ ان هو ايه، خلاص هيتشرب. خلاص بص المية اختفت الا حاجة بسيطة كده، هنروح نقلينه على عين صغيرة، هنوطي العين. وحطيت معلقتين زبدة، اللي عنده سمنة بلدي يحط. المهم ان انتوا لازم تحطوا معلقتين سمنة عشان يخليه ايه، بيلمع كده ومفلفل. هنعمل بقى البتنجان
انا جبت البتنجان وفتحته، والفلفل نفس الكلام، وهقليه، وهنعمل الخلطة بتاعت البتنجان. ربع راس توم، قد 10 فصوص توم كده، ومعلقتين ملح صغيرين، ونص معلقة صغيرة من الكمون، 3 ليمونات هنعصرهم كلهم. وانا عندي الهريسة بتاعت الشطة، اللي هي الفلفل الاحمر الحامي، فرماه حطاه في الفريزر. اللي ما عندوش يحط قرنين فلفل احمر، بس انا عشان عندي حطيت معلقتين. وهحط معلقتين خل، وهضربهم في الكبة، وهبدأ ان انا احشيهم كده. ادوس على اللحم بتاع البتنجانة من جوه، عشان يشرب من التتبيلة بتاعتها. دي بقى الصوص بتاع المحشي، اللي هو بيبقى في الحلة من تحت كده. بعد ما تغرفه رشه عليه من فوق كده، بيدي طعم جميل جدا، التست بتاعها بيبقى عالي قوي. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم في الوصفة، واللي يجرب يدعيلي. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير.